ثم تم إعادة الألعاب الأولمبية في عام 1900 في ذلك التوقيت في أولمبياد كبير جدا كان حاضرا على مستوى دورة الألعاب الأولمبية. اليوم يستضيف مباريات كرة القدم ومع برشلونة في هذا الموسم يبحث عن أول الأهداف، أول الكرات ملعوبة رافينيا من البداية البرازيلي رافينيا يدل طريق المرمى من خلالها اليوم هذا اللقاء ليفا القتالية منذ البداية. رودريغو دي بول كوكي مارك بعد فيما يخص تشكيلة برشلونة يبدأ إذا أولى في اللقاء ملعوبة داخل منطقة الجزاء ويانو بلاك ويسقط في أرضية الملعب وحكم المحاضر أمامنا الآن إنيغو مارتينيز بكل تأكيد اصطدمت وابعدت في التوقيت المناسب تصل إلى بيدري لمسة بعد ذلك إلى بوندوغان يسقط في أرضية الميدان خوسيه سانشيز مارتينيز حكم المباراة صاحب الأربعة لمصلحة البارسا. رافينيا عرضية داخل منطقة الجزاء يا الله ليفاندوفسكي يرتدي رقم 2 ومخطط باللون الأحمر والأبيض وكأخذ منطقة الجزاء وصلت ولا زالت مستمرة قائمة وتسديدة من بيدري اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب خارج أرضية الأسماء اللي موجودة حاضرة من خلال هذا اللقاء. هنا اليمنى كوندي عرضية داخل منطقة الجزاء عرضية عن طريق كوندي داخل المنطقة يا الله على كرات تضيع وكيف ضاعت مرة أخرى يا ليفاندوفسكي كيف ضاعت يا ليفا. هذه العرضية مثالية من كوندي ريكيلمي داخل المنطقة وصلت إلى جريزمان بعد إنياكي بي هو الأسباني خوسيه مورسيا الذي قاد أتلتيكو للانتصار على برشلونة في أرضية برشلونة ب3-1 ويومها برشلونة كان بقيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد. لكن ترى المحاولات الخطيرة كرة بمحاولة داخل المنطقة على أمية طالت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى ركلة الأكبر. رافينيا وكوندي في اليمين شغالين بشكل عن طريق رافينيا يبحث عن التقدم الآن. رافينيا وصلت إلى الجهة اليمنى رافينيا من جديد داخل منطقة لكن لا زالت مستمرة وقائمة ملعوبة داخل منطقة الجزاء محاولة ملعوبة أمامية جريزمان عرضية داخل منطقة الجزاء لكن تغطية وإبعاد تعود من جديد عن طريق ريكيلمي لكن يبدو بأن هنالك دوغان يلعب الركنية والكرة عن طريق حارس المرمى على مستوى أتلتيكو مدريد زالت مستمرة وقائمة داخل منطقة الجزاء. سقوط المحاولة إلى من؟ إلى جواو فيليكس يسقط في أرضية الملعب حكم يشير باستمرارية اللعب تعود المحاولة لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب. ضغط كبير جدا على حامل الكرة ضغط كبير جدا على أتلتيكو لا يضربهم ببندقيتهم وسلاحهم ويسجل في مرمى فريقه السابق. جواو فيليكس يضع البارسا في تقدم مستحق ويسجل أول أهداف اللقاء ويترجم أفضلية. الفارو موراتا لازالت مستمرة وقائمة ملعوبة وتسديدة بالقدم اليسرى خطيرة من إرموسو سجد وبقدمه اليسرى لكن كرة تمرت بجوار القائم وتحولت منها مباراتين في الأبطال واحدة في السوبر وبعد ذلك فاز في مباراتين في بطولة الدوري كانت في مدريد. 23 مباراة في بطولة من خلاله تشافي لهذا اللقاء وأي تشكيلة إلى تشكيلة برشلونة محاولة مروره تدخل وبطاقة صفراء على أكسل بيتسل. انذار يأتي على البلجيكي بعد مرور جواو كانسيلو. هذه الكرة هذه محاولة من أجل التعديل. جريزمان الآن ديونج يتدخل في التوقيت المناسب ويمنع أنطوان من الوصول اليمنى. طاقة صفراء وخطأ يأتي على القائد كوكي. برشلونة يتقدم هنا من أجل هدف آخر لمنطقة الجزاء محاولة ملعوبة أوبلاك يتصدى لمحاولة جواو فيليكس ومن جواو إلى جواو الآخر ولجواوان يتألقان. جواو كانسيلو عرضية رأسية تأتي عن طريق ليفاندوفسكي لكن إلى خارج أرضية الملعب.
إلى خارج أرضية الملعب، يبحث عن التقدم والمرور، عرضية ملعوبة مرة للتخلص من آثار شوط أول سلبي بالنسبة له وبالنسبة للاعبيه في أرضية الميدان، وبالتالي لم يظهر فيه. انتهى لمصلحة البارسا بهدف مقابل لا شيء عن طريق جواو فيليكس. ومع بداية في شوط المباراة الأول بنفس النهج بنفس الأسلوب، أم أن أتلتيكو مدريد ستكون له ردة فعل؟ لا لا لا، المباراة برعاية جوابي. محاولة لأتلتيكو مدريد داخل منطقة الجزاء اليمنى إلى رافينيا، 3 على 3، لكن أيضا 7 مرات أو ثالثا 7 مرات. كرة بمحاولة ملعوبة داخل وقائمة بيدري داخل منطقة الجزاء. بيدري تأخر إلى من؟ وصلت مستمرة عن طريق جوندوغان، وهذا جريزمان أنطوان وليس جوندوغان يا خليل. أنطوان في كرة ملعوبة بالكعب، مرور لا زالت مستمرة وقائمة، تسديدة ملعوبة له. لربما هي مباراة إعادة اكتشاف رافينيا، هي مباراة انطلاقة ومحاولة البحث عن العرضية داخل إلى أرضية الملعب، عرضية داخل منطقة الجزاء. مستحيل يا الفارو موراتا، ضاعت الكرة على موراتا. هذه العرضية، هذه المحاولة والتصدي يأتي من إناكي. عادت المحاولة لأتلتيكو مدريد، رودريغو ديباتي اليسرى، جواو كانسيلو يبحث عن التقدم عن طريق جوندوغان، عادت من جديد، صافرة موجودة وخطأ الآن يأتي على بيدري. الخطأ لمصلحة ذلك. مشت نعم، وصلت الجائزة المحلية والأوروبية. جواو فيليكس وتسديد تأتي قوية من جواو بالقدم اليمنى، لكن إلى خارج أرضية الملعب منطقة الجزاء. محاولة الآن من أجل الثاني ملعوبة في مدريد داخل منطقة الجزاء، عرضية ملعوبة خطيرة، طالت على أنخيل، طالت على كوريا وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. يطلب من لاعبينا مواصلة المجهود داخل منطقة الجزاء، فرصة من أجل الثاني، محاولة من جريزمان، وصول من جريزمان، هي لاعب الكرة عند حكم المواجهة. الآن تصل إلى منفس ديباي، محاولة تقدم، ثم بعد ذلك التدخل يأتي عن طريق جوليوس كوندي، وحكم المباراة ينذر أراوخو. حكم المباراة مكانا لوقوف لاعب أتلتيكو مدريد، كان قريبا جدا، لا زال أتلتيكو قريب من جديد. هذه اللي تستهز، لم يشهر فيها البطاقة الصفراء، وتلك وجود الخامس، هذه عن طريق جريزمان يسجل.